بيكم متابعينا، احنا بتوع الملخصات. جهزوا نفسكم ومناديلكم عشان بطلة النهاردة هتعيطنا معاها وهي صغيرة وهي كبيرة. وفيلم النهاردة هيحسسك قد ايه غلطة صغيرة بدون قصد ممكن تعيش طول عمرك تدفع تمنها. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا نشوف مناحة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع شابة جميلة اسمها تشوي، وبتكون مسؤولة عن الترجمة للوفد الصيني ومعهم الوزير، وبيبان انها مهمة قوي في شغلها. وبيكلمها واحد اسمه جونجو بيقول لها اخيرا لقيناه بعد 10 سنين، بس هو مين بقى؟ هقول لكم لما نرجع فلاش باك لسنة 1993، وبنلاقي 2 مناديب لشركة تحصيل ديون وبيدوروا على ست عليها دين، وبيلاقوها في السوق، واول ما بتشوفهم بتقول اجري يا مجدي، لكن بيلحقوها وبتقول لهم ولاد حلال اول الشهر هبعت لكم المبلغ ده وعد، بس بيقولوا لها شبعنا من الكلام ده، ادينا حاجة رهن لغاية ما تدفعي. فبتقول لهم اديكوا ايه؟ معيش حاجه. فالمندوب الاول بياخد بنتها وبيقول لها هنخليها معانا لحد ما تدفعي اللي عليكي، وبيركبوا العربيه مع البنت وبتكون بتعيط، والمندوب الاول بيقول للتاني هات لها اكل وحلويات. وبعدها بتروح الست لورشه عربيات وبتقول لصاحب الورشه جوزي كان شغال عندكم، ينفع تديني مرتبه؟ فبيقول لها جوزك خد ايراد الورشه وطفش، امشي من هنا لحسن اجيب لك البوليس. وبيجي للست فكره وبتتصل بحد وبتقول له انها محتاجه فلوس، وبيقول لها موافق بس بشرط، هنعرف الشرط ده بعدين اتقالوا عليا بس. وصاحب الورشه بيحس انها هتعمل له قلق، وبتكلم الست المناديب وبتقول لهم في حد بكره هيحول لكم الفلوس، وانا هاجي اخد بنتي من مقر الشركه. ولما بتيجي تمشي بيتقبض عليها لانها صينيه وقاعده في كوريا بشكل غير شرعي. وبيروح المناديب البيت وبيدخلوا البنت تنام وبتكون زعلانه وبتعيط، وبتتعرف عليهم وبيكون واحد اسمه جونج والتاني اسمه كيم. وتاني يوم مديرهم في الشركه بيقول لهم الله يخرب بيوتكم، انتوا مجانين، ازاي تاخدوا بنت صغيره رهن على امها؟ فكيم بيقول له كنا هنعمل ايه يعني، الست بتماطل وما كانتش هتدفع، والدليل ان لما خدنا البنت قالت هتدفع تاني يوم على طول. والمدير بيقول لهم الكارثه دي هتتحل فورا. وهم في الطريق بتفتح البنت الباب وبتنزل تجري، وهم بيحاولوا يلحقوها لكن بيفشلوا وبيمشوا. وبتروح الطفله لبيتها وبتلاقي ضباط كانوا في بيتها، وبتاخد المفتاح من المخبأ وبتدخل البيت وبتاكل. وكيم بيروح يزور ام البنت وبتقوله انها هتترحل على الصين وان جوزها طفش وبنتها ملهاش حد، وبتديله اسم عمها وبتقوله انه هيحول لك الفلوس وهيتبنى الطفله، وبتديله صورتها مع بنتها وبتقوله خليها دايما تفتكرني. وبتكون في الوقت ده الطفلة لمت هدومها ولبست شبشب امها واخدت الفلوس اللي في البيت ومشيت تشق طريقها في حتة تانية. ولما كيم بيروح بيتها بيلاقيها مشيت واخدت حاجتها، وبتكون الطفلة لسه ما بعدتش عن البيت قوي، وبيشوفها واحد متسول وبيقول لها ما تيجي اجيب لك شوكولاتة، فهي بتقول له قديمة ماما مفهماني الحركات دي، وبيحاول يخطفها وهي بتصرخ، وبيوصل كيم وبيضربه وبيقول لها ازاي تمشي لوحدك، فهي من الخوف بتمسك ايده وبتقول له وديني لامي، فبيقول لها امك رجعت الصين، وبتفضل البت تعيط وبتكون منهارة. لكن في الطريق كيم بيقول لها لو بقيتي شاطرة هتروحي لامك. وتاني يوم البنت بتنظف وتكنس وتمسح وبتخلي البيت زي الفل. ولما بيوصل كيم وجونج بيقولوا لها ايه الجمال ده، ازاي قدرتي تعملي كده؟ فبتقول لهم عشان ابقى شاطرة واروح لامي. وعم البنت بيكلم كيم وبيقول له انه حول له المبلغ وبيتفق معاه على ميعاد عشان ياخد البنت. وكيم وجونج بياخدوها عشان يجيبوا لها فستان، وبتقعد الطفلة في الطريق تقرا اللافتات الكورية بسهولة. وكيم بيقول لجونج ازاي بنت صغيرة كده تعرف تقرا وكمان لغة غير لغتها، وبيقول له انا هسميها باو يعني الرهن الصغير، وهي بتقول له انا هسميك سونج، فبيقول لها وماله حلو سونج، من النهارده انا اسمي سونج. وبيروحوا المول وبيشتروا لها فستان وبيتعشوا سوا، وبتقول له باو على فرقتها المفضلة، وبيجبر بخاطرها سونج وبيوديها حفلتهم. وكمان بيكون في شريط للجمهور بأغاني الحفلة وبيقفوا عشان ياخدوه وبيشتريه سونج بمبلغ كبير. ولما بيروحوا بيحتفلوا وبيقطعوا تورته عشان باو هتروح لعمها وترجع المدرسة. وتاني يوم بيكتب سونج رقمه لباو وبيعمل لها مفاجأة وبيشتري لها مشغل أغاني عشان تسمع بيه أغاني الفرقة اللي بتحبها. وبيوصل عم باو وبيكون مش عارف اسمها حتى ولا باو تعرفه أصلا، وبيقول لسونج إنه زارهم آخر مرة لما كانت 4 سنين عشان كده مش فاكراه. بس سونج قلبه بيكون مش مطمن وبتمشي باو مع عمها، وبيكون سونج متأثر لكن مش مبين. سونج ده شكله ممكن يعورك بس هو بسكوتاية، وبيفضل يحاول يكلم عمها ومش بيرد عليه، وبيكلم البيت عنده ومرات الراجل بتقوله ده مسافر بقاله كذا شهر.
وبيفضل سونج قلقان وبيدور على عنوان الراجل لحد ما بيلاقيه، وبيروح له بيلاقي الراجل راجع بيتطوح، وبيضربه سونج لما بيعرف ان هو مش عم باو، وانه اشتراها من امها وباعها لست عندها مكان مشبوه عشان تشتغل خدامة عندها. وبنلاقي باو متمرمطة في المكان اللي هي فيه، وبيطلع عينيها في التنظيف والخدمة، وبتزن على صاحبة الشغل توديها المدرسة، بس الست بتطنشها وبتتصل بسونج بس هو مش بيرد. ويومها بيكون في ناس سهرانة في المكان، وواحد بتهب عليه وبيحدف الكوباية في الحيطة، فالإزاز بيخش في وش باو ويشوهها. والست صاحبة الشغل مش بترضى توديها المستشفى عشان يبلغوا الشرطة عنها، وبتربط الجرح وخلاص على كده. وبالليل بتكلم سونج تاني، ولما بيرد عليها بتقوله تعالى خدني انا تعبانة في المكان ده، وبتديله العنوان. وبيوصل سونج وجونج للمكان وبيحاول يدخل، وبيشوف باو وهي متعورة وبيتجنن وبيكسر الازاز وبياخدها، وبتطلع صاحبة الشغل وبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، فبيكون عايز يكسر دماغها وبيقول لها ابعدي عن وش احسن لك. وبيركبوا العربية وباو بتمسح الدم من على ايد سونج وهو بيطبطب عليها وبينيمها. وسونج بيضحي بعربيته وبيبيعها عشان تعمل عملية تجميل لوش باو، وفعلا بيعملها وبتنجح. ولما بنرجع للحاضر بنعرف ان تشوي المترجمة هي باو، وبتكون مع جونج وبيدوروا على سونج في كل المستشفيات ومش بيلاقوه. وبنرجع تاني لباو وهي صغيرة، وسونج بيحاول يقدم لها في المدرسة لكن بيقولوا انه ما يقرب لهاش، فبالتالي ملوش سلطة يقدم لها في اي مدرسة. وبيقترحوا عليه لو يتبناها وهيقدر يقدم لها في المدرسة، بس باو بتزعل وبتمشي. وفي البيت جونج بيسألها هي رافضة ليه، فبتقوله عشان ماما لو عرفت هتزعل، لكن جونج بيفهمها انهم هيعملوا كده عشان تقدر تروح المدرسة وتكون شاطرة ومتعلمة، وساعتها امها هتكون فرحانة بيها. وبتقتنع باو بكلامه وبتكون مبسوطة، وبتروح المدرسة وبتكون فرحانة قوي وحياتها سعيدة. وبيكون سونج وجونج بيهتموا بيها قوي، وبتجيب في الاختبارات الدرجات النهائية، وبتحتفظ بكل امتحان في صندوق عشان توريه لأمها. وبتعدي السنين وباو بتكبر وبتفضل متفوقة ودايما الأولى على مدرستها، وسونج بيفرح بيها قوي. وفي يوم وباو خارجة من الدرس بتكون أمها بتشوفها من بعيد، وبيوصل سونج وبيروحوا البيت سوا. وبعد فترة بتقدم باو في امتحان قبول كلية الترجمة، وبيوصلها سونج وبيفضل واقف بره مستنيها كأنه مامتها، وبيفضل يدعي لها ويتمنى لها التوفيق. وبتتقبل فعلا باو في الكلية وبتدخل قسم ترجمة صينية. وبيقلق سونج عليها لما بتتأخر بره في يوم، وبيتصدم لما بترجع شاربة مع صديقها، وبيهزقوا سونج وبيقوله ملكش دعوة بيها تاني. وبيجي تليفون لسونج وبتطلع واحدة ست وبتقوله انها جدة باو، وان ام باو مريضة وطالبة تشوف بنتها. وبعدها بياخدها سونج لمكان امها وبيحاول يمهدها لمقابلة امها. ولما بيوصلوا جدتها بترحب بيهم، وبيكون لقاء باو بامها مؤثر قوي. امسحوا دموعكم بقى وانزلوا اشتركوا في القناة بسرعة. وبعدها باو بتقول لسونج ان امها عايزاه، وامها بتشكر سونج قوي على اهتمامه وتعبه مع باو طول السنين دي. وجدة باو بالليل بتقول لسونج على اسم ابو باو، وبتقول له انه يدور عليه ويخليها تعيش معاه. والصبح بيمشي سونج وباو، وبتسيب باو لامها صندوق ذكرياتها. وبعد فترة باو بتشوف جزمة سونج مقطعة ومبهدلة وقد ايه هو بيستخسر في نفسه عشانها. وبتقول لسونج في التليفون ان الكلية عاملة رحلة ببلاش لمدة يومين، وبتروح تشتغل في محل اليومين دول وبتشتري جزمة جديدة لسونج. وبعدها سونج بيتكلم باو وبيقول لها قابليني في المطعم اللي في المول. ولما بتروح له بتتصدم ان هو جايب لها ابوها اللي بيطلع راجل غني ومتريش، وبيسيبهم وبيمشي. وجونج بيقول له انت غبي يا ابني، انت غبي جدا، ازاي تفضل سنين تربي فيها وتحبها وتكبرها وفي الاخر ابوها ياخدها على الجاهز. وبيكون سونج حزين جدا وعمال يفتكر في كل ذكرياته مع باو، وبيلاقيها بتتصل بيه وبتقول له ليه يا بابا سبتني مع واحد معرفوش، من فضلك خدني. وبيتصدم لما بتقوله يا بابا لأول مرة، وبيقول لها أنا جاي حالا. وبيركب موتوسيكل وبيجري يروح لها، بس بيحس بزغللة في عينه وبيعمل حادثة على الطريق. ومن وقتها بقى يا سيدي وباو بتدور عليه وما شافتوش تاني، وقلبت الدنيا لمدة 10 سنين ومفيش فايدة. ومرة واحدة بتقول لجونج روح الاسم بسرعة، ولما بتوصل هناك بتعمل بلاغ جديد لكن باسم سونج الحقيقي اللي هو كيم. والظابط بيقول لها فعلا في واحد اسمه كيم في دار مسنين من 10 سنين. وبتاخد العنوان وبتروح هي وجونج، والدكتور بيقول لها ان كيم عمل حادثة بموتوسيكل من 10 سنين وحصل له جلطة وزهايمر، ومن وقتها وهو هنا. ومن ساعة ما جه مش بيقول ولا بيكتب غير كلمة واحدة باو. وبيدخلوا له الأوضة وبتنهار باو لما بتشوفه قد ايه كبر واتبهدل، وبتفضل تقول له فاكرني انا الرهن الصغير.
وجونج بيقول له ايه اللي حصل لك يا صديقي، وحشني قوي. وباو بتقول له حقك عليا، اتأخرت عليك، وبتديله الجزمة الجديدة اللي جابتها له من 10 سنين وما لحقتش تديها له. وهي بتلبسها له بتشوف في شرابه دفتر توفير وفي حساب باسمها كان طول عمره بيحط لها فيه فلوس، وبتنهار اكتر وبتحضنه. وهو بيقول لها باو بنتي، فبتقول له ايوه يا بابا انا بنتك، وهنعيش سوا كلنا ونتلم زي ما كنا زمان. وبنشوف بعدها سونج وهو ماسك ايد باو وموصلها لعريسها في الكوشه. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. هستناكم تعملوا لايك للفيديو لانه بيشجعني جدا، وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ملخصاتنا الجايه. اشوفكم في ملخص جديد، سلام.